رواية العجوز والبحر. في كوخ خشبي صغير على شاطئ كوبا كان يعيش صياد عجوز يدعى سانتياغو. وجهه مجعد كأمواج البحر، ويداه مليئتان بندوب من سنوات طويلة من الصيد، لكنه كان يملك روحا لا تزال تقاوم. مر عليه 84 يوما دون أن يصطاد شيئا. الصيادون الآخرون بدأوا يهمسون أنه منحوس، حتى الفتى الصغير مانولين الذي كان يساعده في رحلاته أجبر من قبل أهله أن يتركه ليعمل مع صياد أكثر حظا. ومع ذلك ظل الفتى يحب العجوز ويحمل له الطعام ويتحدث معه عن البيسبول والحياة والبحر. في صباح اليوم 85 قرر سانتياغو أن يخرج وحده إلى البحر. كان مؤمنا أن الحظ سيبتسم له أخيرا. قاد قاربه الصغير بعيدا عن اليابسة أعمق من أي وقت مضى، حيث المياه الزرقاء تصبح قاتمة والصمت لا يقطعه سوى صوت الشراع والرياح الخفيفة. وبينما كان يراقب البحر بهدوء، شعر فجأة بشدة قوية في الخيط. قلبه أفز، فها هو قد اصطادوا شيئا، لكن ما لم يكن يتوقعه هو أنه اصطادوا سمكة مرلين عملاقة أكبر من قاربه نفسه. لم يكن ممكنا سحبها بسرعة، بل بدأت معركة طويلة بينه وبين السمكة. أمسك بالحبل بكل قوته وتحمل الألم في يدي والشدة على ظهري والجوع الذي بدأ ينهش جسده، لكنه لم يتخلى. لم يكن يفكر في العودة خاسرا. يومان كاملان والعجوز مشدود مع السمكة، كانت تسحبه في عمق البحر وهو يتحدث إليها كأنها صديقة وعدو في نفس الوقت. قال لها: أنت قوية وجميلة، لكنني سأظل معك حتى النهاية. في اليوم الثالث بدأت السمكة تضعف وبدأت تدور في دوائر ضيقة، وبضربة رمح قوية أنهى سانتياغو المعركة. انتصر أخيرا، لكن النصر كان مرا. فحين ربط السمكة بجانب قاربه وبدأ يعود إلى الشاطئ، جذبت رائحة الدم أسماك القرش. جاءت واحدة تلو الأخرى وبدأت تمزق لحم السمكة. حاول العجوز أن يدافع عنها بعصا وسكين وحتى مجداف مكسور، ضرب وصرخ ونزف، لكن العدد كان أكبر من أن يهزم. عند وصوله إلى الشاطئ لم يتبقى من المرلين سوى هيكلها العظمي. كان التعب قد حطم جسده، لكنه لم ينهزم من الداخل. جر قاربه بصمت وسار نحو كوخه بخطوات مثقلة. استلق على سريره وغطى في نوم عميق. أما أهل القرية فوجدوا في الصباح هيكل السمكة العملاقة بجانب القارب، فاندهشوا من حجمها وأدركوا أن هذا العجوز لم يكن مجرد رجل طاعن في السن، بل أسطورة حية. الفتى مانولين حين رأى ما حدث قرر أن يعود إليه مهما قال الناس. قال له: سأعود معك، سنتعلم من جديد. ابتسم العجوز ولم يقل شيئا، فقط أغلق عينيه وهو يحلم، ربما بالبحر وبنصر لا يمكن لأسماك القرش أن تأكله. مغزى القصة: الهزيمة قد تبدو ظاهرية، لكن الكفاح في حد ذاته هو النصر الحقيقي. سانتياغو خسر سمكته، لكنه لم يخسر إرادته، وهذا هو جوهر الإنسان الحقيقي. أتمنى أن الرواية تكون نالت إعجابكم. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديوهاتنا.